يا صباح الخير، صباح النور، صباح الفل على كل موكوسة من موكيس يا حبايبي. تاني حلقة من برنامجنا، برنامج رايحة فين يا موكوسة. رايحة اعمل فطار. متنسيش اللايك وتشترك في القناة وتفعلي الجرس وتحط لنا تعليق حلو كده. تمام. ولو حد يعني عجبه الفيديو بتاع المرة اللي فاتت يقول لي في التعليقات نعمل محتوى نقدي يا ولاد، ننفع ولا ما ننفعش؟ قولوا لي يعني. المهم تعالوا بقى نعمل ايه، نعمل فطار. هنعمل فطار النهارده سريع وحلو، وينفع للي عاملين ريجيم، وينفع للي عاملين كيتو دايت. نظام الكيتو يعني. بناء على ان احنا يعني كل موكوسة مننا بقينا طالعين من العيد ورمضان، كل واحدة مننا ما شاء الله زي البغلة. تمام. دي مش شتيمة، ده وصف يعني. قلت بقى ايه، اعمل فطار كده وارجع ايه احاول انظم اكلي شويه. هنا نقعت من بالليل ماما. زب بتاع اسمها ايه، بذور الشيا. تمام. هي بذور الشيا برضو. باين على ما اعتقد هي ولا بذور الشيا. المهم في شويه ميه وحطيتهم نقعوا كده ونفشت كده. المهم شربتها قبل الفطار. وجيت هنا سلقت لي بيضتين معاهم حته جبنه قريش، معاهم قتايه حلوه كده طريه، كانت طعمه وزي الفل. وكلت الفطار ده بالف هنا وشفا على قلبي. يا موكوسه منك ليها، حلو ولطيف وظريف، وينفع زي ما قلت لكم للي عاملين كيتو دايت. طيب اللوكارب بقى ممكن تزودي معاه ربع رغيف كده يعني. تعالوا بقى هنا نعمل ايه. انا كنت جايبه كيلو بانيه وعايزه اتبله. قلت ايه، غسلته نقعته طبعا في ميه بدقيق بخل، وميه بدقيق بليمون، ما بحطش عليه خل، وسبته يتنقع. وجيت هنا قلت بقى ايه اعمل التتبيله بتاعته. حطيت هنا عصره ليمونه، معاها شويه زيت، معاها شويه خل، احط عليها شويه بهارات. ما تسكتي يا حاج. انا حابه يا بابا. اسكتي يا حاج. حطيت هنا رشه جوز الطيب. هزود ايه كمان يا ولاد. ده توم كنت هرساه بجنزبيل. توم على جنزبيل، مع عندنا هريسة شطة، عندنا كمان شوية دبس رمان، عندنا شوية كاتشب كده. ظرف كان عندنا قلنا نستخدمهم. هنحط بقى البهارات بتاعتنا. فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا، قرفة. احط زعتر كمان. ماشي. ده دبس رمان. تمام. وهنعمل خلطة حلوة كده. وده كمون وكزبره اهو. وبعد كده نقلبهم كويس جدا ونجيب بقى ايه، واحط عليه كمان شويه لبن. لو عندك زبادي حط زبادي، بيبقى حلو جدا، بيطري كده البانيه بتاعي معاكي، وبيخليه جوسي كده وحلو وطري. بس انا ما كانش عندي زبادي فحطيت لبن. اللبن زي الزبادي يعني، كله هي كلهم من بعض يعني. وحطيت بقى هنا القرفه، وهحط ملح، وزي ما قلت لكم حطيت زعتر. وهقلب كل دولت مع بعض كده، وانيم فيهم بقى ايه البانيه بتاعنا. ماشي. زي ما انتم شايفين كده حطيت اللبن، وهقلبه بس مع بعض. وبعد كده ايه هنزل بقى بالبانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده يبقى خلصنا البانيه بتاعنا. ممكن بقى تعملي البانيه ده لو انت ماشيه على نظام الكيتو مش هينفع تعمليه في بقسماط وتقليه والكلام ده، لا. ممكن بقى تعمليه ازاي، هقول لك انا يا ستي. ممكن تاخديه تشويحه كده في بتاعتين مكعبين زبده على النار، وتاكليه مع مثلا طبق سلطه، مع ايه تاني، مع اي شوربه عندك بقى. تمام. انا كنت عامله هنا ده قهوه عربي حلوه قوي، جميله جميله جميله، انا بحبها مع تمريه كده بتبقى حلوه جدا. ده البانيه اللي قلت لكم غسلاه وعصر عليه ليمونه وكده وسايباه يتنقع شويه. المهم زي ما قلت لكم ممكن تعملوا البانيه بقى بكذا طريقه. ممكن تحشوه جبنه موتزاريلا او مشكل جبن، وتحطوه في الفرن وتاكلوه، بيبقى جميل جدا برضو. انا كان عندي لبن، قلت عايزه اعمل زبادي، فجبت هنا دفيت اللبن، كيلو لبن، حطيت عليه معلقه لبن بودر، حط عليه معلقه عسل نحل، واضربه واحط عليه علبه زبادي جهينه او مراعي على حسب اللي انت تستخدميه. ما تسكتي يا حاج. مش عارفه ايه ده، مش عارفه والله، معلش، عذرا ايها الساده. المهم بعد ما دوبتهم كده كويس بالمعلقه، هنزل عليهم بقى ايه بكوبايه الزبادي المراعي، الكوبايه العاديه اللي احنا بنشتريها ب6 جنيه 7 جنيه دي. تمام.
وبعد كده هجيب المضرب واضربهم كويس بالهاند بلندر كده كويس لغايه اما اتاكد ان الزبادي اندمج كويس مع اللبن وبقى كلهم لبن، يعني بقى لبن سميك سنه كده. تمام. ان الزبادي داب في اللبن. في ناس بتاخد علبه الزبادي تحط عليها شويه لبن وتدوبها الاول وبعد كده تضيفها اللبن. انا بستسهل بحطها زي ما هي شايفه كده، زي ما انتم شايفينها كده، وبجيب بالهاند بلندر او تضربها تحطي اللبن ده في الخلاط وتضربيه ضربتين في الخلاط هيندمج مع بعض والزبادي يسيح ويبقى حلو كده عامل زي الميه. اسكتي يا ماما، اسكتي يا حبيبتي. ماشي. وتعبوه في العلب بتاعته. تمام. انا بعمله في مكنه الزبادي بيبقى حلو جدا وجميل وناعم وحلو زي الفل. مكنه الزبادي بتسهل عليا عن ما اني احطه في صينيه واغلي ميه واحطها واغطيه واسخن الفرن واطفي الفرن واحطه وابيته ليه. لا لا، هي بتسهل عليا، بتقعد لها 5-6 ساعات. لا يا ربي، من 7 ساعات ل8 ساعات او من 6 ساعات ل8 ساعات، حاجه زي كده. وبسيبه حتى لو زادت الوقت، يعني مش لازم 8 ساعات 8 ساعات، يعني ممكن يقعد معايا 10 ساعات. يعني اكون نمت مثلا وصحيت متاخر افتكرته فباخده اغطي الكوبايه بتاعته واحطها في التلاجة بيبقى زي الفل معايا، ما بيغلوش اي حاجه بصراحه. بعد ما انتوا شايفين كده انا ضربته زي ما انتوا شايفين في الهاند بلندر، بضربه ضربه كويسه كده لحد ما خلاص ما احس ان ما فيهوش تكتلات من الزبادي خلاص ساح جوه اللبن. وبعد كده بعبيه في كوبايات بتاعه مكنه الزبادي. مكنه الزبادي كانت من شركه سوني باين او حاجه زي كده، بس هي بصراحه حلوه جدا، يعني مريحاني في الاستخدام وفي نفس الوقت يعني كوباياتها، يعني زي ما انتم شايفين في كوبايه عندي كوبايتين اتكسروا. ممكن تحطي اي كوبايات، ما بتشترطش كوبايه، يعني المكنه ديت هي مطاوله كده وممكن تحطي فيها اي نوع كوبايات. تمام. في مكن تاني بتاع زبادي بيشترط الكوبايه بتاعته، بتبقى هي مثلا هو متقسم كده على الكوبايات بتاعتها. تمام. فبتلزمك بالكوبايه بتاعه المكنه، فاهمني؟ لكن دي لا، اي كوبايه عندك. انا عندي كوبايات مكسوره وكوبايات من غير ودن يعني بحطها، او بكوبايه بودن بحطها عادي، لان هي بتاخد اي نوع كوبايات. ال ال التايمر ده هو مش تايمر، هو يعني ارقام كده عشان تعرفي انتي مشغله مكنه الزبادي الساعه مين. يعني انا مثلا دلوقتي مشغلاها الساعه 12 فهعمل التايمر على الساعه 12. تمام. ان انا اعرف ان انا حاطه الزبادي فيها من الساعه 12، بعد بقى 8 ساعات او شايلاه. فاهمني؟ هي حلوه وسهله ولذيذه ولطيفه، وبتنسيها بقى تحطها في حته. يعني انا دلوقتي اشيلها احطها في حته فيها كهرباء عشان ما اشيلهاش واحركها كل شويه واسيبها بقى انساها 8 ساعات. حلوه جدا وبتعمل معايا الزبادي حلو وزي الفل وسهله، عن ما انا زي ما قلت لكم اسخن الفرن واحط في صينيه واغلي ميه واغطي والموال الطويل العريض ده. حطيتها هنا ونقلت الكوبايات زي ما انتم شايفين كده. مليت الكوبايات، هي ساعتها الساعه بتاعه المكنه بتاخد 8 كوبايات. حلو. منهم 2 اتكسروا، بقى عندي 6 كوبايات، وبكمل بقى بكوبايات تانية عاديه خالص من عندي من نيش يعني. اسيبها بقى اركنها زي ما انتم شايفين. الكوبايات مختلفه اهيت اللي انا بوريها لكم بتتحط عادي وزي الفل. هركنها بقى ولما يبقى يطلع ان شاء الله بحاول ان انا اصوره لكم. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا عملنا الزبادي، يبقى احنا هنا عملنا الزبادي، تبلنا البانيه وعملنا فطار فطرناه مع بعض. والله كان بودي ان انا اكمل معاكم الفيديو وان انا اوريكم انا عملت ايه في البانيه. انا ما عملتش فيه حاجه بصراحه يوميها، انا شوحته بس كده. دي الغطيان بتاعتها بحطها فوقها كده عشان افتكر لما افصل المكنه وادخله التلاجة اغطيه بغطيان. كسرتيها؟ شاطره يا دود، شاطره. اجري اقعدي بقى، مش انت كسرتيها؟ لا ولا كده مش هتنفع تركب دلوقتي. هنا جبت البانيه، هو كنت سايباه يتصفى. طب اوعي اسكتي. كنت سايباه يتصفى اللهم صل عليك يا نبي. سبته يتصفى وبعد كده هنزله في الخلطه اللي انا بقول لكم عملتها، التتبيله بتاعته، واسيبه بقى انا بسيبه كده في التتبيله ديت. ممكن احط مثلا اقسمه على حسب ما انت عايزه، بقسمه بعينه في الفريزر
واللي بستخدمه يعني أنا لو هستخدم مثلا نص كيلو على يومين بحطه في التتبيله، احطه في التلاجة في الرف في التلاجة عادي، واسحب منه زي ما انا عايزه. انا بحط معلقتين زبده في الصينيه واشوحهم تشويحه يمين شمال مع فص ثوم، وباكله زي الفل. وساعات بحط عليه جبنه زي ما قلت لكم مشكله ميكس جبن، موتزاريلا على شيدر على رومي على قريش لو عندي، وممكن اقطع عليهم سبانخ والف لور كده، يعني الفها ابرمها كده واعملها بخله من بتاعه السنان ديت، وادخلها القلايه بتاعه الكهرباء، ويطلع الجبنه تسيح كده والبانيه يستوى، وتكليب يبقى صحي جدا. عن بقى ما احط فيه بقسماط وحاجات اللي انتوا فاهمينها دي انت لو عامله رجيم. مش عامله رجيم طبعا بتعمليه، عايزه تعمليه شاورما باخد برضو واقطعه زي تقطيعه الشاورما، وبشوحه مع بصل وفلفله وطماطم وباكلها زي الشاورما. ده ماشي وده ماشي. والبانيه ليه كذا يعني طريقه وكذا وصفه ممكن تعمليها بيها، بس انا عشان زي ما قلت لكم اليومين دولت نفسي اخس، يعني ادعوا لي يا بنات نفسي اخس والله. فبحاول ان انا يعني ايه امنع النشويات شويه من الاكل عشان خاطر الدنيا تمشي والدنيا تبقى حلوه ونرجع نخس تاني ونبقى مزه لذيذه لطيفه ظريفه كده. المهم عايزه اقول لكم بقى في رعايه الله وحفظه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وتكتبوا لنا كومنتات وقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات بتاعتنا. انا عارفه ان انا متاخره عليكم، وعارفه ان انا بنزلش فيديوهات باستمرار، بس يعني ايه احنا مع بعض بنزق الدنيا مع بعض يا جماعه. كل ما احس ان انا عايزه انزل حاجه او عامله حاجه وكده بنزلها. بنطبخ كل يوم بنعمل اكل كل يوم، بس والله الواحد يعني سبحان الله ملوش نفس قوي يعني كده يعني. بس المهم ايه ادعولي ان ربنا يصلح لنا الحال، وادعولي بثبات الحال ويعني يلا مع السلامه.